أخواتي المؤتمرات، إخواني المؤتمرين، أيها الحضور الكريم، قبل بداية كلماتي المتواضعة هذه أتقدم لكل المؤتمرين بالشكر الجزيل والاعتزاز والامتنان لمنح الثقة من أجل تدبير شؤون جمعيتنا العتيدة الكسبية الحسنية المغربية. أخواتي القائدات، إخواني القادة، لم أجد الكلمات لأعبر لكم مدى فرحتي وأنا أمامكم في هذه اللحظة المتميزة لكي أشرح شعوري وإحساسي بكل صدق. إن مهمة المفوض العام بالنسبة لي تكليف وليس تشريف، ومن هذا المنطلق كان تفكيري بجدية في هذا الموضوع منذ اليوم الذي ترشحت فيه من أجل خوض غمار المنافسة الشريفة. إخواتي أخواني، إن جمعيتنا الكسبية الحسنية المغربية تعتبر من الجمعيات الرائدة بالمغرب، وهذا منذ زمن طويل فاق أكثر من 80 سنة، وسوف أعمل إن شاء الله كل جهدي من أجل الحفاظ على مكانتها ومسارها، وذلك بالعمل جميعا يدا في يد لمراجعة طريقة العمل، وذلك بدعم الجوانب الإيجابية وعلاج الجوانب السلبية، اعتمادا على مبدأ الحكامة الرشيدة والاستقاء بجودة المنتوج الكسبي بمختلف مجالاته، وتشجيع القدرات والكفاءات، وجعل الجمعية عبارة عن تنظيم كسبي شبابي رائد وذو تأثير إيجابي على المجتمع، وذلك بتطبيق المشروع التربوي الذي تبنته جمعيتنا. إخواني أخواتي، من هذه اللحظة فإن جمعيتكم الكسبية الحسنية المغربية تحتاج لكل قياداتها شبابا وروادا، ومن هذا المنبر أطلب من كل القيادات مساعدتي على جمع الشمل كأعضاء الجمعية عبر التفكير في مبادرات للتواصل والتأخي والتآزر من أجل كسبية حسنية قوية بفروعها وجهاتها. أيها الحضور الكريم، إن جمعيتنا عملت الكثير في مجالات عدة، ومن بينها التكوين وتنمية الراشدين، وتعتبر جمعيتنا كذلك الجمعية الرائدة بقانونها الأساسي والداخلي ومؤسساتها المعتمدة وبمشروعها التربوي الذي سوف نعمل جميعا إن شاء الله على تطويره، إضافة إلى اعتماد المناهج المعدة في الولاية السابقة. أيها الحضور الكريم، سوف أظل إن شاء الله كما عرفتموني من قبل القائد المتواضع السموح المبتسم وصديق الجميع، وأؤكد لكم أنني سوف أكون صادقا في عملي عبر اعتماد سياسة تشاركية تتميز بالتشاور والتضامن والتعاون واحترام الآخر. فهلموا إخواني أخواتي القائدات، إخواني القادة، جميعا لنعمل معا متضامنين، لأن جمعيتنا تنتظرها أوراق كثيرة تربوية وتنموية. وشكرا لكم جميعا على هذا الدعم وهذه الثقة الغالية، والسلام عليكم ورحمة الله.